مساء الخير لكل مستمعينا ومتابعينا للي عم يتابعونا عبر صفحة الإذاعة بوير عربي وراديو بوير على البث المباشر، ويلي عم يسمعونا على الموجة 103.5. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، زملائي بالكنترول والبث المباشر شيرين وجودي. ضيفتنا بالاستديو اليوم هي الدكتورة هيفين منير حسين، اختصاصية بأمراض الغدد الصم والسكري. اسمحوا لي ببداية الحلقة نرحب بضيفتنا لنبدأ لقائنا. مساء الخير دكتورة. مساء النور، أهلين أستاذ، يسعد أوقاتك وأوقات كل المشاهدين، يعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا لك. مستمعينا يلي حابب ينضم لنا يغني حلقتنا بأسئلته، فيكم تنضموا لنا بالاتصال بالرقم الأرضي 429 101، أيضا عبر الواتساب برسالة 093 82 80 81 4 على صفحتي الإذاعة للي عم يشاهدونا على البث المباشر بوير عربي وراديو بوير. عبر كومنت أكيد رح نجاوب على أسئلتكم، ورح نكون مسرورين لما بتأغنوا حلقتنا بأسئلتكم. اليوم اخترنا طبعا بالاتفاق مع الدكتورة طبعا موضوع مهم جدا، ويعني الأغلب سواء كان من السلك الصحي أو سلك الطبي إذا جاز التعبير، من الأطباء أو المرضى يلي عندهم هالعوز هذا أو نقص فيتامين د يلي يعني ربما يكون شائع عند الأطفال أو الكبار. هلا الدكتورة أكيد رح توضح لنا كتير محاور. هل الفيتامين هذا شو هو، شو وظيفته، شو عمله، شو سبب وجوده، الأعراض اللي عم تظهر على المرضى اللي عندهم عوز أو نقص فيتامين د. اليوم يعني بشكل أوسع يعني رح نحكي على هالمحاور هاي، لكن بداية رح تشرح لنا الدكتورة هيفين محور أو لمحة عن الفيتامين د. يا ترى شو هو؟ تفضلي. هلا الفيتامين د هو فيتامين منحل بالدسم. هلا نحن بنقسم الفيتامينات بشكل عام الى فيتامينات منحله بالدسم وفيتامينات منحله بالماء. فيتامين د كفيتامين منحل بالدسم، تمام، هاي نقطه مهمه. هلا بالنسبه للعاميه بسموه فيتامين الشمس لانه هو بيتركب عن طريق انه التعرض للشمس، المصدر الاساسي له، بالاضافه له في له مصدر غذائي، بس لكن المصدر الاساسي له من نتيجه التعرض للشمس بيتشكل بالجسم. هلا فيتامين د هو بيتركب لما بيتعرض الجلد للشمس بالطبقات السفلية للبشرة في مركب اسمه 7 ديهيدرو كوليسترول. هذا المركب موجود بشكل طبيعي عند كل البشر. مجرد ما تعرض الجلد للشمس هذا المركب بيصير في تحويله إلى ما قبل فيتامين د، بيتركب ما قبل فيتامين د، بعدين عن طريق الدم بيروح على الكبد بيتشكل لي مركب 25 هيدروكسي فيتامين د. يعني بيصير في عن طريق انزيمات الكبد عملية تحويل هذا المركب ما قبل فيتامين د اللي يتشكل عن طريق الجلد إلى 25 هيدروكسي فيتامين د. لساته ما له الشكل الفعال فيتامين د، بعدين بينتقل عن طريق البروتينات إلى الكلية، بتشكل الشكل النهائي الفعال فيتامين د اللي هو 25 هيدروكسي فيتامين د. تمام، هاي طريقة التركيب للفيتامين د. الفيتامين د هو عم يتشكل بالجسم عن طريق التعرض للشمس نتيجة مركبات موجودة بشكل طبيعي عند البشر، بيتشكل للشكل الفعال النهائي بالكلية، طبعا تحت تأثير هرمون كتير مهم هو هرمون جارات الدرق. أيوة. هرمون جارات الدرق هو البي تي اتش. هاي الغدد موجودة خلف الغدة الدرقية، هن 4 غدد بيفرزوا هرمون بي تي اتش. طبعا إذا ما في هذا الهرمون بجسم الإنسان ما في تشكيل شكل فعال فيتامين د. فالفيتامين د أهميته إنه في كتير عوامل عم تلعب دور في تكوينه. أي نقص بهاي العوامل راح يصير في عندي نقص بالفيتامين د. تمام. هلا نحن حكينا إنه هو عم يتشكل عن طريق الجلد وبيروح على الكبد بعدين على الكلية، وتحت تأثير الهرمون بي تي اتش عم يتشكل شكل فعال فيتامين د. في مصدر تاني له إذا ما تعرضنا للشمس، إذا في منتجات يعني أغذية سواء نباتية أو حيوانية تناولناها رح يصير امتصاصها بالجهاز الهضمي، وبتروح كمان على الكبد لتشكيل المركب ما قبل الفيتامين د، بعدين على الكلية للشكل الفعال. يعني إما طريقة حصوله إما عن طريق الشمس أو عن طريق الغذاء. هاي لمحة عن الفيتامين د كيف عم يتشكل بالجسم. التعرض للشمس هو المصدر الأساسي والأهم طبعا، أو عن طريق الغذاء. هذا الفيتامين د بشكل
لذلك بس دكتورة بنلاقي انه سكان الدول الأوروبية للي عندهم يعني قلة فصول تمام. فلذلك عندهم نقص دائما بياخذوا حبوب او يعني ما راح نفوت على مبدأ اللي فهمته على مبدأ مادة اليخضور، يعني كيف الكلوروفيل تمام. بيصير عند النبات م. فهالشي هذا عند البشر عند البشر تمام. بهالطريقة. هذا حلو كتير المدخل والموضوع كتير دكتورة هلا يعني مواطن مستمع عم يسمع او عم يسأل حاله يا ترى طيب شو وظيفة فيتامين د؟ أكيد. هذا هذا السؤال الشيء مهم. المهم، فيتامين د مم. هو فيتامين أساسي بالجسم. الجسم مم. بحاجته إنه هو المنظم الأساسي للكلس والفوسفور، المعادن الأساسية لتكوين العظام بالجسم. أيوة. يعني فيتامين د هو بيلعب دور بامتصاص الكلس من الجهاز الهضمي ومن الكلية. الكلس والفوسفور بيمتصهم بياخدون على العظم بشكل بنية العظم. هو المكون الكلس والفوسفور هي المعادن الأساسية بتركيب العظم. الفيتامين د هو الدور الأساسي له. يعني الدور الأساسي الفيتامين د هو تكوين العظم، تمعدن العظم، تمام، الحفاظ أيوة. على سلامة العظم عند الكبار طبعا وعند الصغار وعند جميع أنواع البشر. بالنسبة للفيتامين د هذا الدور الأساسي له. هلا في له أدوار تانية، دراسات صارت إنه الفيتامين د له أدوار بنحكي فيها بشكل هيك تمام. هلا الفيتامين د حكوا إنه هو اللي بيلعب دور بالمناعة، بيقوي مناعة الجسم، لأنه مثلا عنده مستقبلات أو نقاط بخلايا اللمفاوية، خلايا الباليات اللي هي لها دور بالمناعة. في له مستقبلات بهاي الخلايا في الفيتامين د اللي يلعب دور بالمناعة. مشان هيك عم نشوف المرضى اللي عندهم نقص بالفيتامين د مناعتهم قليلة، بيتعرضوا لإنتانات وأمراض كثيرة. بالإضافة إنه الفيتامين د له دور مثلا بنمو الشعر، عفوا يعني نمو بصيلات الشعر، يعني شعر الرأس، فروة الرأس، يعني نعم. هو له دور. مشان هيك بنشوف المرضى اللي عندهم عوز فيتامين د عندهم تساقط بالشعر. هي الشائعة خاصة. هذا العرض بيجوا للبنات أكثر شيء، إنه بيشكوا نقص كتير هر الشعر وهيك، الشكل عندهم بفيتامين د، وخاصة إذا ما تعرضوا للشمس. له دور بنمو الخلايا، نمو الخلايا بشكل عام، الحماية من الأمراض المناعية مثل السكري النمط الأول. أيوة. دراسات صارت إنه بيحمي من الأمراض المناعية. التصلب اللويحي بيأخر ظهوره، إذا مريض مثلا هو مؤهب ليصير عنده تصلب لويحي، فيتامين د إذا دعمناه بالفيتامين د بيأخر ظهور هذا المرض. الأمراض القلبية الوعائية، السرطانات، الخباتات بشكل عام. الفيتامين د هي دراسات صارت على مرضى، طبعا نسبة كبيرة من المرضى، إنه والله إنه نحن إذا دعمنا المرضى بفيتامين د هن رح يكونوا أقل إنه عرضة لتطور الخباثات والأمراض القلبية والأمراض المناعية مثلا. هدول يعني بيحمي، فيتامين د بيحمي. بس الدراسات ما أثبتت إنه نحن إذا عالجنا بفيتامين د هل تمنع المرض، ما في هيك شيء لسه، بس بيحمي، تمام، إنه بيحمي وبيأخر ظهور الأمراض سواء المناعية ولا الأمراض الخباثات ولا حقيقة. يعني كنا عم نجهل الموضوع هذا، ونتمنى انه جميع اللي عم يسمعونا واللي عم يعني سواء كان على البث المباشر او على الاف ام يعني شاركونا باسئلتهم. يعني اي سؤال بيخطر على بالكم بما يخص مجال الغدد الصم والسكري، او بما يخص على وجه التحديد موضوعنا اللي عم نحكي عنه هو عوز الفيتامين د او نقص الفيتامين د. هام جدا المحاور او النقاط اللي ذكرتهم الدكتورة هي جدا مهمة. ف يعني اكيد رح نغوص بالمعلومة اكثر واكثر والموضوع اكثر واكثر. دكتورة من شوي حكيتي عن موضوع تساقط الشعر، لنتطرق لموضوع الاعراض اللي عم تظهر لمريض عنده عوز فيتامين د. كيف هي المؤشرات او الاعراض اللي بتظهر على المريض لحتى بتشكوا انه هذا عنده عوز فيتامين د؟ هلا العرض كل مريض بيجي هلا ما في اعراض وعلامات نوعيه بشكل عام، بس عند الصغار بالعمر طبعا جميع الاعمار معرضين يصير عندهم نقص فيتامين د. اكثر الاعمار هنين الصغار والكبار بين طرفي العمر. هلا الصغار مثلا الطفل الرضيع اذا ما تناول الكميه الكافيه من الفيتامين د بصير عنده مثلا بيجي بعلامات، او الام تشكي مثلا تاخر بزوغ الاسنان عند الطفل الرضيع. تاخر الجلوس، تاخر تطور روح الحكي بشكل عام، يعني مثلا تاخر المشي. بنشوف علامات على الطفل مثلا كبر بحجم الرأس، تأخر إغلاق اليافوخ، تقوس بالساقين، المشي المتهادية. هاي علامة نوعية لنقص فيتامين د عند الطفل. يعني هاي بيجي الطفل بهاي الأعراض والعلامات. مثلا نحن بنسأل الأم أخذ الطفل فيتامين د؟ لا ما أخذ. الإرضاع كان والد؟ نعم. فهون بنشك بالفيتامين د، فمباشرة بنعمل تحليل. هلا الكبار بالعمر كمان مثلا بيجوا بآلام عظمية، آلام عضلية. الكبار بالعمر لأنه هن كمان معرضين أكثر شيء يصير عندهم نقص فيتامين
فيتامين د. بيجي المريض مثلا عنده الم ظهر او الم وهن عام تعب تمام، ضعف العضلات، الم بالزنار الكتف والحوض اكثر شيء، هدول بيجوا الكبار العمر، هدول الاثنين معرضين يصير عندهم نقص فيتامين د، بيجوا باعراض تعب، ضعف عضلي، الام عظميه شديده تمام. الصغار والكبار هدول الاعراض والعلامات النوعيه للفيتامين د. هلا في اعراض وعلامات ما لها نوعيه مثل تساقط الشعر، احتمال يكون سبب فيتامين د بس مو شرط يعني تمام يعني. هلا زياده حكينا تاهب للانتانات كمان احتمال انه بيجي المريض ندور على كل الاسباب ما نلاقي سبب نحمل تحميل الفيتامين د بيطلع ناقص مثلا تمام. هي الشغله كمان. بالنسبه للفيتامين د حكينا انه هو عم يمتص الكلس من الامعاء ومن الكليه تمام، بيحافظ على الكلس بالجسم. فشو عم يصير لما بصير في نقص كلس؟ اعراض وعلامات نقص الكلس اللي مثلا بصير في خدر وتنميل بايدين ورجلين تمام، مثلا خدر حول الفم، التكزز مثلا، تشنجات عضليه. بالحالات الشديده رح يصير في اختلاجات كمان، يعني اعراض وعلامات نقص الكلس. فيتامين د هو بيحافظ على الكلى. صار عندي نقص فيتامين د شديد، رح يصير عندي بالبدايه نحن لما بصير في نقص فيتامين د عم يتحرض عندي جارات الدرق اللي هي مسؤوله كمان عن توازن الكلس، عم يصير فرط نشاط جارات الدرق. جارات الدرق شو بتعمل؟ بتسحب الكلس من العظم، تحاول قدر الامكان توصل الكلس للطبيعي مشان ما تظاهر على اعراض وعلامات نقص الكلس. فهون بتوصل لمرحله انه يستنزف العظم من الكلس. فهون شو عم يصير عندي؟ تمام، تلين العظم. نحن المصطلح الادق عند الكبار تلين العظم، وعند الصغار الكساح تمام. بيصير مرحله تلين العظم والكساح عند الاطفال. هلا صار تلين العظم، الكلس لساته طبيعي، بعدين استنزف العظم، ما في امتصاص، ما في تعرض للشمس، راح يصير في نقص كلس، وبالتالي اعراض وعلامات نقص الكلس كمان مثل ما حكينا، تكزز، تشنجات، الاختلاجات. هي كل اعراض وعلامات يعني بتشير لنقص فيتامين د. حلو كتير. رح اذكر مستمعينا للي عم يسمعونا ضيفتنا الدكتورة هيفين منير حسين، اختصاصية بأمراض الغدد الصم والسكري. عم نحكي موضوعنا اللي هو عن نقص الفيتامين د. إذا حابين تنضموا لنا يعني فيكم تتصلوا عبر الرقم الأرضي 429 101 أو عبر البث المباشر راديو بوير وبوير عربي عبر الكومنت، فينا نجاوب على أسئلتكم. يعني معلومات جدا اليوم عم بسمعها جدا مهمة، وموضوع يعني بتوقع القليل من الوسائل الإعلامية أو الأطباء حكوا عن هالموضوع هذا وذو أهمية عالية. يعني دكتورة، هلا ضمن خلال حديثك حكيتي عن موضوع الأسباب، يعني إنه طيب شو هن الأسباب اللي يعني بيؤدي لنقص هالفيتامين هذا، العوامل المسببة؟ تمام. هلا نحن حكينا انه هو عم يتشكل عن طريق التعرض للشمس تمام. نعم. اذا ما في تعرض للشمس ابدا، مثلا مثل ما حكيت الدول الاوروبيه خاصه عندهم الاشهر اغلبها انه شتاء، ما عم يشوفوا الشمس، فهن المعرضين اكثر يصير عندهم نقص فيتامين د. هي هلا من اهم العوامل طبعا بصراحه، يعني عامل كثير مهم. او مثلا الاطفال، حكيت هلا انه مثلا الطفل الرضيع بيخلق مثلا نحن اول كم شهر ما بنعرضه للشمس، بنحمي وما بنطالع برات البيت تمام. فهون اذا الارضاع كان والدي فقط، حليب الام ما بيحتوي فيتامين د. ايوه، ما بيحوي فيتامين د والطفل ولو بنسب معينه. هلا كيف ليش نهائيا لا؟ لانه النسبه الام اذا كانت عندها بالاساس عوز، وهي بالاساس كانت حامل وولدت وعم تعتمد تمام، فهي بالاساس رح يكون عندها نقص يعني. فهي لازم يعني تاخذ كميات كبيره لحتى توصله للرضيع. يعني فينا نقول انه هي معدومه تمام. فهون الطفل اللي بيعتمد على الارضاع الوالدي المفروض نحن ندعمه من اول يوم بالفيتامين د والحاجه اليوميه تمام. هلا بنحكي بالحاجه اليوميه عن كل الفئه العمريه. الاطفال هن معرضين يصير عندهم نقص فيتامين د. الكبار بالعمر اللي كمان نفس السبب، انه هن ما بيطلعوا على الشمس، قاعدين بالبيت، ما يعني ما في تعرض للشمس تمام، ما في تشكيل فيتامين د. اذا كان عنده سوء تغذيه كمان، ما في مصادر الغذائيه لتامين فيتامين د، هي الاسباب كمان بصير عندهم نقص فيتامين د. هلا في مرضى عندهم مثلا امراض، مثلا نحن حكينا سبيل تكوين الفيتامين د تمام، من الجلد مرورا الى الكبد الى الكليه. مريض قصور الكبد ما عندي تشكيل فعال فيتامين د، فهون هذا المريض بحاجه فيتامين د. انا بحط ببالي قصور الكليه تماما، هون الشكل الفعال عم يتشكل. كل مريض قصور كليه المفروض ادعمه بفيتامين د. قصور جارات الدرق ايضا، جارات الدرق هي كمان انه بتساهم تشكيل اي خلل بهاي الاعضاء، رح يصير عندي نقص في الفيتامين د. اكيد بدي انتبه للفيتامين د عند هدول المرضى، مرضى سوء الامتصاص، عم يصير في امتصاص بالجهاز الهضمي، وتحديدا هلا فيتامين د هو بيمتص بالامعاء الدقيقه منطقه الصائم. فاي مثلا سوء الامتصاص، داء الزلاقي، الزرب الاستوائي، امراض الامعاء الالتهابيه مثل الكرون والقرحي، هدول كلهم معرضين يصير عندهم نقص فيتامين د. فهي نقطة كتير هامة انه ننتبه عن هدول المرضى، نعوض لهم فيتامين د تمام. انتبه انه لما يصير عندهم مثلا اعراض وعلامات تشير الى فيتامين د، انه نعوض لهم عند هدول المرضى. مرضى البدانة تعرضوا مثلا، هلا المريض البدني بشكل عام عنده نقص فيتامين د،
شو السبب يا ترى؟ يعني اليوم شوي هيك يعني. البدين هو معرض اكثر يصير عنده نقص تماما فيتامين د. دكتورة، هلا ليش؟ المستمع بيسأل حاله ترى البديل لازم يكون عنده كمية كبيرة من الشحم، من الفيتامينات، تمام، لانه حكينا خضار هو وكذا. منشأه كوليسترول ايوه وخلايا دهنيه ومنحل مخ، تماما. لانه الخلايا الدهنيه عم تحبس الفيتامين د، عنده كميه منيحه بس ما عم يستفيد منها الجسم، تماما. فعم تنحبس بالخلايا يعني بالمحصله، ما عم يستفيد الجسم، بس ينزل الوزن عنده مخازنه، بس الجسم ما عم يشغل الفيتامين. تمام. ذوي البشره الداكنه بيسموه. أيوة. وجود الميلانين كمان بيحجب الشمس. نحن هلا حكينا بالبدايه انه الشمس هي عم تحرض تشكيل فيتامين د. طبعا الاشعه فوق البنفسجيه تحديدا بطيف 270 ل 320، هذا المجال حصر انا بدي هاي الاشعه بهذا الطيف لحتى يتشكل فيتامين د. تمام. البشره الداكنه هن معرضين اكثر ليصير عندهم نقص فيتامين د، لأن الميلانين، طبقه الميلانين اللي عم تعطي الصباغ للجلد، كمان عم تعمل مثل حاجز واقي لحتى تمنع دخول الاشعه فوق البنفسجيه. استخدام الواقيات الشمسيه مثلا، انه مثلا الملابس ابدا، في عالم بتقول نحن شمس كثير عندنا، طيب انت من فوق لتحت مغطي حالك، وين الشمس؟ فهي كل العوامل بتلعب دور يصير فيها نقص فيتامين د عند الاشخاص. يعني حقيقة اليوم نقاط جدا مهمة عم تذكرها دكتورة هيفين. بنتمنى انه المستمعين يستفيدوا منها، او يعني تشاركوا رابط الحلقة حتى الاصدقائكم ايضا يستفيدوا من هالمعلومات القيمة. دكتور، هلا كنا عم نحكي عن الاعراض والوظائف والاسباب، هلا بدنا نفوت بصميم عملكم. يعني مريض تحول من طبيب لعندكم من سواء اختصاص آخر، شاف عنده في اضطراب بالتحاليل، عنده أعراض معينة، تحول لعندكم، أو المريض هو إجا لعندكم، أو تشخص المريض عم يعاني من آلام معينة. آلية التشخيص عندكم كيف بتكون؟ كيف بتشخصوا المرض إنه أنت خلص بتوصلوا لنتيجة إنه هالمريض هذا عنده عوز فيتامين د؟ تمام. هلا في بالنسبه مثل ما حكيت انه مثلا الفئه العمريه، الطفل لما بيجيني باعراض وعلامات نوعيه مثل حكيت هلا مثلا السبحه الضلعيه، تقوس الساقين، انا بشكل مباشره فيتامين د، هون انا بطلب له تحليل. طبعا طريقه التشخيص هو التحليل 25 هيدروكسي فيتامين د. تمام. انا 25 هيدروكسي فيتامين د، هذا المكون اللي عم يتشكل بالكبد، مو الشكل الفعال بالكليه. أيوة. ليش هذا وهذا رح يسالوا ليش مو الشكل الفعال بالكليه؟ لانه الشكل المخزن بالكبد عمره نصفه طويل، يعني 2-3 اسابيع، هذا اللي بيعطي مؤشر على مخزون الفيتامين د بالجسم. تمام. نعمل هذا التحليل، طبعا عند كل الفئات العمريه نفس التحليل 25 هيدروكسي فيتامين د نعمله. تمام. سواء والكبار مثلا نتوجه انه مثلا مريض صار عنده وقوع مثلا كسر او شيء، عمل كثافه عظميه، انه شكينا عنده نقص فيتامين، طلع انه ناقصه مثلا الكثافه العظميه، بنعمل فيتامين د. طبعا التحليل هو 25 هيدروكسي فيتامين د. تمام. بنعمل معه كلسو فوسفور ومغنيسيوم، بنعطي فكره. وبي تي اتش هلا بنعمله على الاغلب رح يطلع فرط نشاط جرات درق ثانوي. أيضا. يعني نحن التحاليل بتوجهنا انه في عوز فيتامين د، بس التحليل الاساسي هو 25 هيدروكسي فيتامين د. له مجالات مثلا، هلا ما هي المراجع تحت ال10 نانوغرام، هلا هذا بنسويه عوز شديد، نسميه عوز شديد. الرقم تحت 10 بين 10 وال20 العوز. تمام. 10-20 العوز، تحت 10 العوز الشديد. بين 20 وال30 عدم كفاية، وفوق 30 هو الطبيعي. حلو كتير. تمام. هاي الأرقام نحن طبعا حسب كل رقم نحن العلاج بيختلف حسب الكفاية والعوز والكلهم، يعني بيختلف العلاج. حتى الكفاية أحيانا إنه المريض بحاجة إنه جرعة وقائية من الفيتامين د، الحاجة اليومية كمان بنعطي، يعني بحالة إنه مثلا في كفاية بس إنه هو معرض ليصير عنده مثلا نقص، فبنعطيه كمان يعني. إذا العلاج على كل مرحلة إذا نسميها، أو كل نوع، كل مجال مثلا على حدة، ما عدا المكتفيين، يعني ما عدا اللي القيم المطلقة بتكون طبيعية. هلا فوق 30 طبيعي، بس هو فينا نقول حدي فوق 50 هو اللي خلاص نحن مرتاحين، وهذا المريض هلا مخازنه منيحة من الفيتامين د. مرحلة أمان، هاي مرحلة استقرار. دكتور، هلا من شوي كنت يعني تذكري موضوع الحاجة اليومية، سواء كان طفل او المجالات اللي ذكرتيهم، لو تحكي لنا عن هالموضوع هذا. اكيد. هلا الطفل من لما بيخلق من الرضيع، من مرحله الرضيع الوليد لعمر السنه، الحاجه اليوميه 400 وحده دوليه فيتامين د. تمام. من عمر السنه لحتى فينا نقول للعمر ال50 سنه بيصير 600 ل 800 وحده دوليه حاجه اليوميه. هون عم نحكي يعني حاجه انه بدون ما نعمل لا تحليل شيء، هذا المريض او هذا الانسان الطبيعي لازم يتناول الحاجه اليوميه مثل اي عنصر اساسي بالجسم، هو بحاجه لحاجه يوميه. تمام.
400 لعمر تحت السنة للسنة 400 وحدة دولية، بعد السنة لعمر 50 سنة 600 وحدة دولية. الكبار بالعمر النساء بعد السن اليأس بيصير عندنا من 800 ل 1000 وحدة دولية. أيوة. تمام. المرضعات والحوامل حاجة أكثر، لأنه الطفل بحاجة أكيد فيتامين د، وفيتامين د ضروري للتطور العصبي للجنين كمان. أيوة. فهون الحاجة مثلا أحيانا توصل 1200 ل 1050، هاي الحاجة. تمام. فهي المفروض ان نحصل على الحاجه اليوميه على الاقل للفيتامين د. دكتوره يعني الحاجه اللي عم تعطوها هي تكون عن طريق اقراص او تكون نقاط او شراب او علاجات اخرى مثل ما ذكرتي انه تعرضوا المريض لاشعه الشمس، يعني لو تحكي لنا عنها. تمام. هلا نحن بالعاده نقول اذا مثلا المريض يفضل انه يتعرض مو مريض، شخص بشكل عام مثلا يتعرض للشمس هلا الكميه الكافيه والمده ربع ساعه مرتين بالاسبوع. تمام، يعني نص ساعه بالاسبوع بس هاي كمده، او 10 دقائق 3 مرات بالاسبوع، يعني اجمالي هو نص ساعه، بس نقسمهم على 3 ايام او يومين بالاسبوع. تمام. المساحه قديش بتكفي المساحه؟ الذراعين واليدين والوجه، هاي المساحة كافية. تمام. الذراعين واليدين والوجه، هاي المساحة كافية بهاي المدة. ووقت التعرض يفضل بين الساعة 10 صباحا ل3 ظهرا. الشمس بتكون عمودية على الكرة الأرضية على هاي، فهون الشمس بتكون يعني مفيدة بهاي الأوقات. تمام. هاي إنه مثلا إذا الشخص عم يقول لي والله إنه هو طبيعي ما عنده أمراض، شخص عم يعيش طبيعي، الشاب بأول عمره، إذا تعرض بهاي الكمية المفروض يكون عنده فيتامين د، ما له ناقص، يعني هاي خلص حصل على الفيتامين د بدون أي شيء. تمام. هلا إذا ما في تعرض للشمس مثلا، في منتجات نحن هلا الفيتامين د نحكي بالنقطة، الفيتامين د اللي عم يتشكل بالجسم هو فيتامين د 3. تمام. الكوليكالسيفرول. هلا المصادر الغذائية في نباتية وفي حيوانية، النباتية دي 2 والحيوانية دي 3. هلا النباتية كتير فقيرة بالفيتامين د بصراحة. خاصة في نقطة اللي احنا حكينا اللي عند مين أكثر شيء بصير عند النباتيين عوز فيتامين د، لأن تماما إذا ما تعرضوا للشمس طبعا. تمام. هلا الأغذية الحيوانية أهم شيء موجودة بالأسماك. فيتامين د غني كتير عن الأسماك، ركزوا على الأسماك يا جماعة. نحن صحيح منطقة اسمعوا من نصيحة الدكتورة، ما في أسماك، نحن ما بنعتمد بصراحة، السمك كتير قليل أكله عنا. تمام. بس السردين والتون معباين، فهذا كمان يعني فيه نسب مقبولة. أكيد. 100 جرام من التونة مثلا بيحوي 250 وحدة دولية. تمام. 250 وحدة دولية معلبة دكتورة، يعني ما في لا مشكلة. لا أبدا ما في مشكلة، يعني هن يعني شروط حفظهم هيك صحية، أكيد نتأكد إنه من التخزين وما يكون في سوء تخزين أو هيك، أكيد في حاجة، يعني في حاجة منيحة. تمام. هذا المصادر الغذائية في بصفار البيض مثلا، في بالكبد سواء البقر أو زيت كبد الحوت بيسموه. طبعا هاي المواد ما موجودة عندنا، بس منتجات الألبان المدعمة طبعا. هلا الحليب لما نحن بنجيبه من مثلا من بقاليات وهي بتكون مدعمة وحاطين فيها فيتامين د. نعم. بس انه مثلا واحد بيجيبه من بيشتري هذا ما له مدعم بالفيتامين د. انتبه هاي النقطة، انه والله واحد عم يشرب حليب بقر جاهز طازج. لا، الحليب اللي لما بيكون معلب ومدعم بفيتامين د غير الحليب اللي بيكون بيجي طازج. تمام. لأن هون عم يتعرض لأنه مثلا بيعرضوه بطريقة معينة بيدعموه فيتامين د. مشان هيك نحن عم نشوف إنه الأجبان المدعمة مثلا اللي هي تمام، هي إنه فيها فيتامين د. تمام. تنصحوا أكيد إذا في حتى الأصحاء، يعني أكيد حتى الأصحاء أكيد. هلا الفيتامين د حكينا بالمنتجات الألبان، المصادر الحيوانية كتير غنية بالفيتامين د. تمام. هلا هي إنه نحن حكينا إنه مثلا تعرض للشمس أو المنتجات، مثلا الواحد اكله صحي واكل ومنيح، ما عنده عوز، المفروض ما يكون عنده عوز لانه الامتصاص كمان سليم. تمام. ما عنده امراض. هلا اذا مثلا كان في مرض او مثلا حسب المرض طبعا، حسب قصور كليه او قصور كبد او ما في تعرض للشمس، مريض مثلا عنده كساح، هذا بحاجه مثلا في عوز، هون انا بدي اعوض العوز، يعني هون مو بس حاجه يوميه، اجباري بدي علاج، جرعه مكثفه او تماما. فهلا الاطفال بشكل عام في قطارات او نقط بيجوا مثلا، هلا في انماط من الادويه حسب كل شركه، في بتنتج القطاره الوحده بتحوي 400 وحده دوليه، هاي كافيه نعطي للطفل كجرعه وقائيه يوميا للطفل. هلا في للكبار في حبوب كبسولات بيجوا. تمام. هن الكبسولات بيجوا بعيارات مختلفه، في من 1000 ل 5000 ل 10000 لل 20 في 50000 اخر شيء عملوا شركات المنتجه، صارت تصنع 50000 كمان. في إبر كمان، يعني في أشكال دوائية كتير للفيتامين د. لذلك أثناء جائحة كورونا كانوا دائما الأطباء ينصحوا بأخذ أقراص فيتامين د. هي كانت للمناعة، يعني للمناعة. حكينا من البداية دور الفيتامين د في تعزيز المناعة أكيد.
دكتورة، هلا العلاج حكيتي عنه انه كيف بيكون والخطة الدوائية، يعني ذكرتي انه بكون للاطفال وللكبار ولا دائما نحن طبعا عم يداهمنا الوقت، ونحن وصلنا للمحاور الأخيرة لحلقتنا. دكتورة، هلا بدنا بنختم لقائنا دائما نحن بنصائح، توصيات، سواء كان للأصحاء ولا المرضى. نقاط مهمة كتير ذكرتيها دكتورة، انه موضوع التعرض لأشعة الشمس اوقات والاماكن اللي من المفروض انه، لذلك الناس لما بيتوجهوا للبحر ان هدول اكيد عم يستفيدوا، سواء كان من الفيتامين د، اللي لو تحكينا عن العلاج والتوصيات مع بعض ولنختم لقائنا دكتورة. هلا بالنسبة للعلاج نحن حكينا انه حسب العوز، مثلا انا بكون عندي عوز شديد تحت 10، هلا احيانا بيسموه تحت 5 كمان عوز الشديد، هون رح يكون جرعة مكثفة تقريبا 50,000 وحدة اسبوعيا ل3 شهور. 50,000 وحدة اسبوعيا ل3 شهور. بعد 3 شهور بدي اعيد التقييم، صار طبيعي مثلا صار بمرحلة عوز بس مو عوز شديد، هون بدي اغير نمط العلاج. تمام. مرحلة العوز بس العوز هون 50,000 وحدة اسبوعيا لشهر، بعدين اسبوعيا 50 عفوا شهريا. تمام. المرحلة عدم الكفاية 50,000 وحدة دولية لمدة شهر. تمام. عفوا 50,000 وحدة لشهر. تمام. ولنكمل 3 شهور. بكل مرحلة يعني مثلا العوز الشديد، العوز وعدم الكفاية له طريقة علاج ومعينة وجرعة معينة. تمام. حسب التحليل شو بيجيني. هلا في نقطة هامة، لما بيكون عوز شديد يفضل انه ننفي سوء الامتصاص. ليش؟ للمريض يصير عنده عوز شديد، إذا خاصة لما بيكون ما في سبب مفسر يكون عنده عوز شديد، مثلا شاب أول عمره عم يتعرض للشمس، ما عنده أمراض لا قصور كبد وكلية، في عوز شديد عنده فيتامين د، المفروض هذا ننفي عنده سوء امتصاص. صراحة دراسات هيك بتحكي إنه تحت 5 مثلا عوز شديد المفروض ننفي سوء الامتصاص. تمام. هلا هذا العلاج بالنسبة أنا بدي نركز بنقطة مهمة، إنه نحن ممكن العالم صار تفهم فيتامين د انه والله يلا خلص عندي فيتامين د بدي اخذه. في شيء اسمه الانسمام بالفيتامين د، بس هاي النقطة شوي يا ريت شوي بدي ركز عليها. يا ريت والله. انه والله خاصة الاجراءات اللي صارت تتشكل هلا، قبل كان في 5,000 الحد الاقصى، هلا صار 50,000. يعني حبة تيجي عيار 50,000. تعرف الجرعة الانسمامية 100,000، يعني أنا إذا أخذت حبتين سوا بصير عندي انسمام بالفيتامين د. لا نشرح للمستمعين، لا جزء أنا ودي نعرف موضوع الانسمام شو هو، لو تشرحي للمستمعين. الانسمام هو زيادة الجرعة، مثل عكس العوز. لما بصير أنا عندي عوز في أعراض وعلامات، يعني جرعة فائضة هون راح يصير كمان عند المريض اضطرابات معينة، تماما، حصيات، لأنه هون عم يصير عندي فرط الفيتامين د. تمام. نعم. ففرط الكلس وحصيات وقصور وكلها، يعني أنا ما بدي فوت بموضوع الانسمام، بس مشان المرضى ينتبهوا إنه والله مو خلص بعد هاي الحلقة كل واحد إنه عنده فيتامين د خليني آخذ فيتامين د مشان لا. أنت مثلا عم تشكي من أعراض معينة، عندك شيء مثلا معين، تعمل التحليل، حسب التحليل بتمشي بالعلاج، مو إنه والله كل واحد بده يروح ياخذ فيتامين د. خاصة مثل ما قلنا إنه مثلا حبتين إذا عيار 50,000 مثلا، حبتين رح يسببوا انسمام، والانسمام مشكلة يعني كمان، مو إنه والله خلاص إيه. فهي إنه بالنسبة للعلاج. تمام. مهمة جدا هي كنصائح يعني. نصائح، نختم لقاءنا بنصائح. هلا النصائح اهم شيء كل مريض، انا بركز صراحه خاصه عند الاطفال. يعني الاطفال، الام اللي حامل واللي بدها تجيب بيبي مثلا، اهم شيء تنتبه انه حتى اذا طبيب الاطفال نسي احيانا، هلا يعني ممكن. بالوقت الحالي احيانا بينسى، او مثلا الام تهمل انه شو هذا ما بدي اعطيه، او الطبيب مو ضمن خطته العلاجيه يعني. فهون بيركزوا انه الطفل حرام مرحله النمو اول فتره، انه بيركزوا فيتامين د لازم يعطى للطفل على الاقل اول سنه من عمره. تمام. لانه بيأثر على تطور الروح الحركي. الكبار بالعمر اللي هن قاعدين بالبيت، النساء بعد السن اللي هدول المفروض ياخذوا جرعه وقائيه على الاقل حبتين بالاسبوع، عيار 5,000 او 10 حبه بالاسبوع، هاي وقائيه استواء، لانه هاي ما رح تضر. اذا اخذوا هن ما رح ياخذوا يعني قد ما اخذوا من الشمس او من الغذاء ما رح تكفيهم كحاجه. تمام. أيوة. فهن يفضل انه هن ياخذوا جرعه وقائيه. الصغار طبعا مثل ما حكينا، الكبار نفس الشيء. عمر الشباب مثلا اذا في اعراض وعلامات نوعيه بنفضل انه هن يراجعوا يعملوا فحص فيتامين د، مشان اذا في حسب نسبه، اذا في عوز نعالجه، اذا عدم كفايه، او اذا طبيعي مشان ننفي انه في فيتامين د هي مسببه هاي الاعراض. يعني هاي بشكل عام نصائح. تماما. حتى اللي عم تلاحظ انه تاخر عند ابناء المشي او القعود او يعني هالعلامات هاي دائما تتوجه للطبيب الاطفال. اذا طبيب الاطفال ما طلع، هن يتوجهوا لطبيب الغدد السم والسكري لحتى يحلوا هالمشكله اللي ربما تكون جدا بسيطه. اكيد بسيطه وفي لها علاج واسهل ما يكون يعني العلاج قطاره بتستمر وبيستفيد الطفل. أكيد. فهذا هو هدفنا. شكرا لك دكتوره.
هيفين منير حسين، اخصائيه بامراض الغدد الصم والسكري، على الحضور الجميل والمعلومات القيمه. يعطيك العافيه استاذ. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا للي شاهدونا وتابعونا. طبعا سلاماتنا للجميع للي حيوا الدكتوره، في كتير سلامات جايين لك دكتوره، نحن بنوجه اكيد بنشكركم على الكلمات الجميله والتعليقات الحلوه. على امل نلقاكم الاسبوع القادم بضيف جديد وحلقه جديده. تضلوا بخير وسلامه.